الا فهمتي لونجلي اللي كتكون في الجوب بوست او عروض العمل اللي كتكون اونلاين، غادي تفهم بالضبط شنو باغي الكلاينت، وحتى انت از فريلانسر كتعرف بالضبط الخدمه اللي مطلوبه منك. خلينا نشوفوا اهم الفوكابولري اللي كتكون في هاد الجوب بوست. مور هاد الفيديو غتولي تعرف تقرا اي جوب بوست لقيتيه اونلاين. How to understand any job post. هاد الفيديو غيكون بالدارجه and English. غادي نفسروا الجوب بوست كلمه بكلمه ونفهموا شنو مطلوب منا كفريلانسرز. How to understand what the client wants. How to read posts even if you have basic English. The meaning of words like budget, ASAP and scope. بقى معايا حتى الاخر وغادي تفهم اي جوب بوست في اي بلاتفورم. تايتل هو اول حاجه كتقرا في الجوب بوست. خلينا نشوفوا كيفاش كيكون مكتوب، كيفاش دير تفهمو الا لقيتيه مكتوب بالانجلي. نبداو مع التايتلز ديال التاسك. It tells you two important things. What the client wants, what skills do they need. نشوفوا هذا الاكزامبل. Edit my YouTube videos for my coaching business. باش نفهموا اي تايتل تركزوا على الفيربس. بحال مثلا دابا هنا عندنا edit هو الفيرب. editing يعني هو اللي خديناه باش نفهموا. مثلا ممكن تلقى design, translate, develop. verb هو اللي غتركز عليه باش غتفهم دغيا شنو مطلوب منك. كيبين لك شنو الكلاينت باغيك دير في التاسك. مثلا انت اديتور لقيتي اديت غتقرا الجوب بوست كامل. لقيتي مثلا translate يعني انت ما كديرش translation سكيبي داك الجوب بوست وما تضيعش وقت وقلب عاوتاني. coaching business الناس اللي تيديروا الكوتشينغ اونلاين. ثاني حاجه فوكس على nouns الاسماء بحال مثلا ويب سايت, لوغو, ستور. تيكون هو البروجيكت اللي خاصك تخدم عليه. example fix Shopify store bugs. مثلا دابا هنا عندنا fix هو الفيرب. شنو غنصاوب Shopify store bugs هو الناون و bugs كتعني problems. انا خصني نقاد دوك الباجز problems اللي تيوقعوا في ستور. understand client requirements in the post body. كتلقى شي جوب بوست طالب واحد سكيل كتكون عندك ولكن ما كتعرفش شنو مطلوب منك بالضبط ملي كتشوف ديك الديتيلز في الجوب بوست. خلينا نشوف كيفاش تفهم اي جوب بوست ملي تلقاه وكيفاش تقراه وتفهمه in English. Here is a real example. I'm looking for someone. تنقلب على شي واحد يعني client is hiring to sync a German voice over file with a screencast. sync هي هاد العمليه اللي تشوفوا دابا هنايا يعني كتقاد واحد الفويس اوفر مع الفيديو باش يجي الصوت موافق مع الصوره ديال الفيديو. وعندنا هنا الفيرب هو to sync. This job post has a clear task. sync voice over. originally done in English. الفيديو الاصلي هو بالانجلي غيحيد الانجلي وغيدير German voice using ScreenFlow هو واحد الاب ماك اونلي اب يعني هاد الابليكاسيون كتخدم غير في الماك. someone who speaks German يعني هما تيقلبوا شي واحد تيهضر بالالمانيه. to replace the English one غادي يبدل الانجلي بالالمانيه. This part of the job post tells you what the client wants, the experience they prefer, if you match or not. يعني الجوب بوست غتلقى فيه what the client wants يعني الكلاينت شنو باغي. The experience they prefer يعني شنو هي الخدمه اللي باغيك ديرها بالتفصيل كتلقاها. If you match or not واش تقدر ديرها ولا لا. This is English comprehension not just freelancing. ممكن دير ترانزليشن وتقرا بالعربيه ولكن كان ما غتعلمش وانت كتخدم ضروري حاول تخدم على اللغه ديالك. budget, deadline, keywords, flexible, scope, ASAP. هادو فوكابولري ديال الفريلانسينغ الا كنتي باغي تخدم اونلاين خاصك ضروري تعرفهم غيسهلوا عليك الخدمه ديالك اونلاين. خلينا نفهموا وحده بوحده. دابا نهضروا على اهم فوكابولري اللي غادي تخليك تفهم اي جوب بوست غادي تلقاهم. keywords اللي خاصك تعرف fixed price ثمن واحد. This is a fixed price gig. You pay $20 total. ثمن معروف من البداية. fixed price كيكون عندك بروجي واحد ثمن ديالو باين. hourly مثلا we pay hourly يعني حنا تنخلصوا الساعة. rate $5 per hour $5 للساعة. payment based on hours example $20 per hour for coding يعني انت ملي كتكودي عندك $20 للساعة. best for ongoing long-term work with uncertain timelines. هاد الخلاص بالساعة كتكون مناسبة لهاد البروجيكتس اللي تيكونوا ongoing يعني مستمرين وما كاينش واحد تايم لاين كاينش واحد الوقت محدد اللي غتسالي فيه الخدمة. ASAP هذه ببساطة هي as soon as possible
يعني أقرب وقت ممكن. Example: we need this done ASAP. Urgent deadline. Client needs work immediately. ملي تلقى شي job post فيه هاد ASAP عرفوا راه باغي خدمة في أقرب وقت. Often commands higher rates for rush jobs. وغالبا ملي كتكون ASAP فشي job post راه كيكون الثمن شويه طالع حيت تيكون مزروب على الخدمه تيخلص اكثر. flexible بالعربيه هي مرن. timeline is flexible. Anytime next week is fine. Both parties can discuss and agree on a suitable deadline. يعني كيبقى واحد التفاوض بين الفريلانسر والكلاينت على واحد الديدلاين مناسب بيناتهم. unlike ASAP العكس ديال ASAP as soon as possible. budget example: budget is flexible for the right freelancer. budget is negotiable كتعني قابل للتفاوض. common uses: client: the timeline is flexible but I'd like it within 2-3 weeks. هنا تيقول لك راه flexible وما كرهتوش يكون في 2 ولا 3 ديال الاسابيع. freelancer غيجاوبوا I can deliver in 10 days but my schedule is flexible if you need changes. نقدر نصاوبوا لك في 10 ايام والسكادجول ديالي يعني جدول الاعمال ديالي is flexible if you need changes. project scope: the work included in the project مثلا 5 videos 2 revisions. project scope يعني شنو غيكون في داك البروجيكت. مثلا هنا عندنا 5 videos و 2 revisions. ملي كنقول لك سكوب يعني كتقول لي التفاصيل شنو غيكون في البروجيكت. مثلا give me the project scope غنجاوبك انا 5 videos 2 revisions. بروجيكت كامل هو مثلا غتصاوب لي فيديوهات ديال الاشهار. هذا هو سميت البروجيكت كامل. الا قلت بروجيكت سكوب نو غتعطيني شويه ديال التفاصيل. مثلا سكوب logo plus business card design. recap: title skill plus task. قرا verbs and nouns. بالنسبه للبادي او للعرض ديال الجوب بوست شوف requirements المتطلبات ديال الكلاينت. مثلا tools experience كتعني ديك الخدمه اللي بغا منك الكلاينت. budget plus deadline: fixed price hourly ASAP. scope